لأول مرة أوبو بتقدم جهاز رائد في مصر، وبصراحة جهاز حلو جدا لأن هو بقدم تجربة ممتازة سواء في الشاشة أو البطارية أو البروسيسور وطبعا الكاميرا. وجهازنا هو اوبو فايند اكس 9 برو، واللي اول حاجه شدتني فيه هي التصميم، لان التصميم بصراحه جاي مميز، وظهر الجهاز من الازاز والفريم من الالومنيوم، وطبعا وانت ماسك الجهاز هتحس ان انت شايل جهاز رائد فلاج شيب من شركه اوبو. وده غير بقى تصميم الثلاث كاميرات اللي جاي في فريم مربع بشكل بارز، واللي بيأكد ان الجهاز ده جاي مختلف عن الاصدارات اللي كانت نازله قبل كده. وعندك من الجنب اليمين للجهاز زرار الصوت اللي بيعلي واللي بيوطي الصوت، ده غير زرار الباور. وعندك زرار تاني خاص بالكاميرات هتقدر من خلاله تستخدمه في الكاميرات، وخاصة الزوم ان والزوم اوت. وطبعا الميزة دي اوبو طبعا تعتبر واخداها من الايفون، لان هي شركة ابل اللي نزلت الفكرة دي. وانا شايف ان اوبو بتحاول ان هي توصل فكرة ان الجهاز ده جهاز رائد زي اجهزة الفلاج شيب اللي بتنزل في الشركات المنافسة. وعندك الجزء السفلي للجهاز جاي بستيريو سبيكر وسماعات صوتها يعتبر حلو، وهنجربه سوا مع بعض. ده غير مايك العازل للضوضاء ومكان الشريحة. وللعلم الجهاز ده جاي بمكانين للشرايح ومفيش مكان لكارت ميموري. ده غير كمان ان هو جاي بمستشعر الاي ار. وبالنسبة للجنب الشمال من الجهاز جاي بزرار واحد وهو السناب كي اللي هتقدر تخصصه لأي ميزة انت عايزها. وقبل ما اكلمك عن سمك ووزن الجهاز، حابب الفت نظرك ان الجهاز جاي ببطارية عملاقة 7500 ملي امبير، وده رقم كبير جدا وبطاريه قويه جدا وعملاقه في الفئه دي. واوبو قدرت ان هي تجيب لك الجهاز بسمك يعتبر قليل 8.3 مللي ووزن 224 جرام. وطبعا الرقم ده يعتبر كبير، لكن انت لو متابع وفاهم في اجهزه الفلاج شيب هتبقى عارف ان اجهزه الفلاج شيب سواء من ابل وسواء من سامسونج بتعدي ال 200 جرام. بس الجميل في اوبو ان هي قدرت توزع وزن الجهاز علشان لو انت بتستخدمه لساعات طويلة او لفترات طويلة مش هيضايقك ومش هتحس بالوزن ده، خاصة ان التوزيع زي ما بقولك بشكل مميز. بالذات ان الجزء الامامي للكاميرات دايما بتواجهنا فيه مشكلة، ان انت وانت ماسك الموبايل بتحس ممكن الموبايل يقع لقدام، او الناحية اللي قدام دي بتبقى تقيلة وبتضايقك في الوزن، وتحس ان انت يعني بتجاهد وانت ماسك الموبايل لفترات طويلة. لكن توزيع الوزن بصراحة دي اكتر نقطة عجبتني في الجهاز. ونروح سوا مع بعض لنقطة الشاشة اللي هي تعتبر اكبر نقطة قوة في الجهاز. وبصراحة الشاشة من الحاجات اللي شدتني في الجهاز، خاصة ان هي جاية بحواف قليلة ونسبة استحواذها عالية جدا، وهتستمتع بيها بمشاهدة اي محتوى او حتى لو كنت بتلعب جيمز. وده غير ان الشاشة جاية مسطحة وهتدي لك درجة الوان عالية ومشبعة وكمان شارب، وسطوع عالي بيوصل لحد 3600 نتس تحت أشعة الشمس. وبالنسبة للأرقام الشاشة جاية بمقاس 6.78 من 100 إنش بنوع LTPO AMOLED 1.5K 120 هرتز. وده غير طبقة الحماية جوريلا فيكتوس 2، واللي جاي بشهادتين مقاومة الاي بي 68 والاي بي 69. اما بقى البروسيسور فده من نقط القوة الكبيرة جدا في الجهاز، لان اوبو استخدمت معالج قوي جدا من ميديا تك هو دايمنستي 9500 اللي بيقدم اداء قوي جدا سواء في الاستخدام اليومي او حتى في الالعاب، لان انت هتعيش تجربة العاب مميزة جدا. وللعلم الجهاز بيشغل بابجي على 120 فريم من غير اي لاج او تقطيع فريمات، وهتستخدم الجهاز والبروسيسور من غير ما تحس ان الجهاز خانقك او ان انت متضايق، بل بالعكس هتاخد تجربة قوية جدا في الالعاب. وكل ده مع واجهة اوبو الجديدة كولر او اس 16 اللي هيكمل لك متعة تجربة الاداء السلس، خاصة كمان مع سوفت وير اوبو اللي بتتميز بيه. فالسوفت وير مع الواجهة مع البروسيسور هتاخد تجربة حقيقية، والبرامج هتلاقيها بتفتح معاك من غير اي تقطيعات، وتعامل الجهاز معاك هيبقى بشكل سلس. وملحوظة صغيرة انا خدت بالي منها وعايز انقلها لك، ان مع الاستخدام الكتير والفترات طويلة الجهاز كان بيدفى معايا. وللعلم المكان اللي كان بيدفى فيه هو الجنب اليمين
للجهاز، بس كان بيدفى لدرجة بسيطة. وللعلم السخونية دي ما كانتش بتوصل للفريم. الكلام ده انت هتاخد بالك بيه لو حطيت ايدك على الجهاز، لكن ممكن ما تاخدش بالك منه وانت ماسك الجهاز لان الفريم ما كانش بيدفى معايا. ونروح سوا مع بعض للكاميرات اللي هي فيها القصة والحكاية، لان اوبو اهتمت بالكاميرات بشكل كبير جدا علشان تديك تجربة مختلفة ومميزة في الفئة السعرية دي. وجابت لك الجهاز بثلاث كاميرات: كاميرا 200 ميجا بكسل بايروسكوب بفتحة عدسة 2.1 بمثبت OIS بسنسور ايزوسيل HB5، وكاميرا تانية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5 بسنسور من سوني LYT 828، وكاميرا تالتة 50 ميجا بكسل ودي للوايد انجل بفتحة عدسة 2.0 بسنسور من سامسونج GN5، وكاميرا امامية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 بنفس السنسور اللي موجود في الكاميرا ال50 الوايد. ده طبعا غير تعاون اوبو مع شركة هاسل بلاد. وعندك وضع مخصوص للهاسل بلاد، وده جاي في 3 اوضاع: وضع الكاميرا الواسعة، ووضع ال1X، وزوم 3X. بس دول 3 اوضاع ثابتين مش هتقدر تغير فيهم حاجة. ولو اخدت بالك ال3 اوضاع دول بيصوروا بالكاميرا ال50 ميجا بكسل بس، لكن عندك اختيار فوق 200 ميجا بكسل، وده هتختاره لو انت من الناس اللي هتحب شوية تفاصيل في الصورة ومش عايز تفقد فيها اي حاجة. وجربت صورة بالكاميرا ال50 والكاميرا 200، وبصراحة الكاميرا 200 ادتني في الزوم تفاصيل اكتر. وعندك البورتريه اللي بيصور على ال1X وال2X وال3X، اللي لو حبيت تزوده شوية هيوصل معاك لحد 3.6X. وبصراحة تجربتي للبورتريه والكاميرات عجبتني، والنتائج اللي انا خدتها نتائج كويسة، والوان تعتبر قريبة جدا للواقع، وما حسيتش ان الالوان مأفورة، وفي اضاءات كتيرة في النهار ما حسيتش ان في الوان لاسعه. اما بالنسبه للزوم فهو بيصور لحد 120X. وفي صور الزوم تحديدا اخدت بالي ان في معالجه للصور عن طريق الاي اي، لان الاي اي هيطلع لك الصوره بالشكل اللي عينك تحب تشوفه. والكلام ده هتاخد بالك منه لو انت عملت زوم تاني للصوره وبصيت فيها، هتلاقي ان التفاصيل فيها بقت اوضح، واوبو قادره ان هي تطلع لك الصوره بالشكل المريح ليك. لكن لو ركزت زي ما بقولك هتاخد بالك ان في لعب بالاي اي في الصوره. اما لتصوير الفيديو في الكاميرا الخلفيه فهتقدر تصور 4K لحد 120 فريم، وفي الكاميرا الاماميه هتقدر تصور 4K لحد 60 فريم. والبطاريه زي ما قلنا جايه بطاريه عملاقه في الجهاز ده 7500 ملي امبير مع شاحن 80 واط بيفول الموبايل معاك في ساعة تقريبا. وبالنسبة للنسخة اللي جاية مصر هي 16 جيجا رام 512 اللي جاية بسعر 59999. وطبعا الجهاز بضمان محلي، بس انا مش عايزك تتخض من رقم ال60000 جنيه لان ده جهاز فلاج شيب واحنا مش متعودين نسمع السعر ده من اوبو. وخلي بالك الجهاز ده كان بينزل دولي وبيتباع بحوالي 40-45 ألف ولسه عليه ضريبة. فأوبو كون ان هي تنزله ب60,000 جنيه بالضمان المحلي ده يعتبر سعر مناسب. بتمنى نكون استفدنا مع بعض، وما تنساش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.